معرفش هتسمعوني بصوت لا ولا لا. الناصية اللي على ايدي اليمين ديت قطعة رقم 59 اي. دي 59 اي. طبعا الطريق وقفني عشان الصرف. المباني اللي في وشي دي حرف الجي، والناصية واللي على يمينها حرف الدي. الفاصل ده احنا دلوقتي الفاصل اللي هناك ده حرف الدي. المباني اللي هناك اللي عند العربية السوداء الحمراء ديت حرف الدي، وده حرف الجي. طب احنا فين في حرف الجي؟ القطعة الناصية اللي في وشنا ديت اللي مش مبنية قطعة رقم 18 جي وجنبها 1 جي. طب القطعة المبنية ديت القطعة الناصية دي 19، واللي مبنية ديت قطعة رقم 20 جي. والمنطقة اللي هناك الصحراء دي منطقة الخدمات بتاعة الحي التاني. طيب الشارع دوت جوه في حرف الجي. في اكشاك كهرباء كتير هناك اهيت. اكشاك الكهرباء دي جوه حرف الجي، الجنينه بتاعت حرف الجي كبيره قوي اكشاك الكهرباء دي. طيب اللي مبنيه دي القطعه الناصيه رقم 30. البيضه دي القطعه رقم 30، واللي جنبها الطوب الاحمر دي مبنيه برضه القطعه رقم 29. وزي ما قلت لكم اللي في وشنا ديت قطعه رقم 20 جي. طيب الطوب الاحمر اللي هناك ديت احنا عندنا القطعه الناصيه ديت قطعه رقم 18 مش مبنيه، بعديها رقم 17 مش مبنيه، بعديها رقم 16 هي الطوب الاحمر المبنيه جي. بالمناسبه في وشنا هناك اهوت عماره مبنيه بعد الاكشاك. القطعه المبنيه اللي في وشنا دي في حرف الجي قطعه رقم 52 جي. طبعا اللي هناك ده حرف الدي. هنحاول قدر المستطاع نصوره لكم. يعني مثلا لو احنا في حرف الدي دلوقتي وبصينا على القطعه اللي في وشنا دي، ده الفاصل اللي ما بين الدي والجي. طيب القطعه اللي في وشنا اللي مبنيه ديت قطعه رقم 102 دي. القطعه اللي مبنيه دي 102 دي. 101 دي مش مبنيه، واللي جنبها يمين قطعه رقم 102 مبنيه. 103 مش مبنيه. ماشي هنحاول نخش ونقرب لكم برضه ونوريكم دي، لان في قطع اتطلبت مننا في الدي تحديدا، فنحاول نصورها ان شاء الله. عارفين برضه انا فين. اللي في وش ديت قطعه رقم 244 ايه، واللي مبنيه دي 245 ايه الحي التاني، ودي 47 ايه الحي التاني. يعني بحاول انا اجيب لكم حاجات الى حد ما هتشوفوها معايا. انا خرمت وخرجت، مش عارف بقى هعرف اوصل بقى للفواصل ولا لا، بس انا همشي وانا ورزقي هنفضل ماشيين لحد ما نوصل للقطع. كده الشارع ده لو بصيتوا ده شارع النوادي هناك اهو. شايفين العماره اللي بالخرسانه اللي هناك دي على وش شارع النوادي مباشره. ماشي دي قطعه برضو 47 48. القطعه الناصيه دي 47 48. المبنيه دي 51، والقطعه دي 50 اي. ماشي القطعه دي 51 المبنيه اي، وقدامها شارع. الشارع ده يطلعنا على طول على شارع النوادي، لكن احنا مكملين. والقطعه اللي على يميننا دي الناصيه بتاعه 42 دي. انا مطلوب مني 81 دي. دي ناصيه 42 دي. هشوف بقى هعرف اصورها ولا لا. ادينا ماشيين في حته غريبه، هحاول اطلعها. يلا بينا. السلام عليكم. ان شاء الله تطلع. حته صعبه جدا بس تطلع. يا مسهل يا رب، يا مسهل يا رب، يا مسهل يا رب. طيب طلعنا اهو الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله. طب احنا نقف، احنا نشوف احنا فين بقى بعد اذنكم كده. بعد ما طلعنا الانجاز التاريخي ده، دي قطعه رقم 106 النص ديت 106 دي. والقطعه اللي بعدها ديت اللي مبنيه دي 71 دي. هو انا مطلوب مني ايه؟ 81 دي؟ يا لهوي ده 81 دي في الشارع اللي في ظهري ده. لا مش تقريبا 81 دي هتبقى صعب ادخلها. طب تعالوا نشوف كده. يا مسهل يا رب نلاقي فتحه تدخلنا. مفيش فتحه تدخلنا، مفيش. حاولنا نلف مفيش فتحه برضه. لا موضوع صعب. دي احنا كنا صورناها قبل كده. ده الفاصل ما بين الدي والاي. مفيش حاجه تدخلني برضه، مضطر الف يا جماعه. طيب بالمناسبه عشان نبقى عارفين 81 دي، عشان لو ما صورتش 81 دي للي كان سائلني على
81 دي، لانها فعلا شكلها صعبة في الشارع اللي في ظهري دوت. شايف الهيكل الخرساني اللي هناك دوت في ظهره على طول. الهيكل الخرساني دوت هي في ظهره على طول. الهيكل الخرساني دوت رقمه 96، هي في ظهره على طول. بس تعذروني لان تقريبا متقفل كل حاجه، يعني انا ببقى عايز اخش القطعه معينه بعينها مش عارف ادخل لان متقفل كل حاجه. يعني حرف الدي دوت مثلا عشان النوادي، واضطريت انا اصوره من جوه، ممكن اصوره من بره، بس عايز اقول لكم ان الموضوع فعلا صعب. انا كل ما امشي الف. انا كده حرف الاي اللي على شمالي وحرف الاي اللي على يميني، بحاول اكمل. انا طموحي النهارده اللي انا كنت اصور يعني 81 و 41 جي، مش عارف اوصل لهم على الطبيعه، فمش عارف لو عرفت اوصل لهم اوصل لهم وربنا يكرم، ولو عرفت اروح للاي هروح ان شاء الله. تحياتي. احنا كده في حرف الدي على شارع النوادي. حرف الدي انا مش عارف القطعه المبنيه دي قطعه كام، ما كانتش مش هقدر اقول رقم، بس هنمشي لحد ما نخش على شارع ناصيه او اول ناصيه تقابلنا. هقول لكم هتكون اول ناصيه قطعه رقم 18 دي. خلينا نشوف كده. احنا كده ده حرف الدي من شارع النوادي. شايفين الشارع بدأ يبقى عريض ازاي. انا ماشي في الشارع اللي هو الناحية التانية، هو المفروض ان هو مخالف بس مش شغال لسه، بيجهزوا فيه والاعمدة بتتحط وبتتجهز. ده حرف الدي. في المفروض ناصية هنا وناصية تانية. القطعة ديت كده على حسب ما انا فهمت دي ناصية، دي شارع اهي. دي قطعة رقم 18 دي برضه عشان تبقوا عارفين. الناصية دي واللي في ظهرها بتتبني ديت قطعة 19 دي، وده الشارع بتاع شارع داخلي في الدي. والناصية اللي في وشها دي قطعة رقم 107 دي. هنخش بعد كده على فاصل ما بين الاتش والدي، ان شاء الله يكون مفتوح بين الاتش والدي. ولو الفاصل ده صحيح ومفتوح ما بين الاتش والدي، ده معناه بقى ان القطعه العاليه اللي مبنيه ديت في حرف الاتش. معرفش ازاي، بس دي معناه ان القطعه العاليه اللي مبنيه دي في حرف الاتش، وان الاتش في قطع اتسلمت فيه، الصفرة اللي هناك لوحدها دي. طيب خلينا نخش الشارع اللي فاصل ما بين الدي والاتش. بسم الله. اللي على ايدينا الشمال ديت قطعة رقم 118 دي، وبعدها 117 دي. خلونا نكمل. واللي على يميننا دي يا جماعة حرف الاتش. المفروض هنتقابل ميدان في فواصل كتير، يعني هنقابل حالا ميدان في حرف الاي وحرف الجي وحرف الاتش. خلينا نشوف. بالمناسبة القطعة اللي مبنية ديت 87 دي، اللي مبنية دي 87 دي، جنبها الناصية 88 دي. 87 دي ودي 88 دي. طب دي كده حرف الاتش. انا مش معايا اخر تحديث لخريطة الاتش، انا مطلوب مني قطعة رقم 186 اتش، لكن اخر تحديث لخريطة الاتش مش معايا حاليا. فدي كده منطقة الاتش فيها اتبنى يا جماعة. اللي يقول لك ان الاتش ما استلمش، لا، تقدر تستلم على مسؤوليتك دلوقتي. اتبنى اهو، في لحد دلوقتي موقعين اتبنوا في الاتش. طب انا دلوقتي فين بقى؟ نركز في الحتة دي. انا وصلتها باعجوبة يعني. نركز في الحتة دي. انا وصلتها من الشارع الرئيسي من بره، كنت حاولت اخش من جوه معرفتش، بس من الشارع الرئيسي اسهل. القطعة دي رقم 60 جي. القطعة دي رقم 60 جي، واللي جنبها مبنية 59 جي، يبقى 60 و 59 جي مبنيين. والقطعة الصغيرة دي 49 جي. طيب وهنا حرف الاتش. طب ديت بقى ايه؟ حرف الاي يا جماعة. حرف الاي قطعة رقم 1 اي اللي مبنية دي. طب انا مطلوب مني ايه بقى؟ مطلوب مني 38 اي و 99 اي و 64 اي. طيب مبدئيا خلونا نصور، احاول اصور لكم. عايز اقول حاجة. قطعة رقم 81 دي، قطعة رقم 81 دي معرفش هتبقى مفتوحة ولا لأ، بس هي في الشارع
اللي على نصيته 87 اللي احنا صورناها مفتوحه ولا لا. خلينا نحاول نصورها. هنصور قطعه 81 دي اللي اتطلبت مني. دي قطعه 87 دي زي ما قلنا. بعديها قطعه 86 مش مبنيه. بعديها 85 مش مبنيه. بعديها 84 مش مبنية. بعديها 83 بقى عشان بس ما نتلخبطش وندي للراجل حقه. هي 81 اللي مبنية ولا 82؟ مضطر امشي لحد الجنينة. 81 اللي مبنية. 81 هي القطعة دي. يبقى دي كده 81 دي، لأن بعدها على طول في 80 دي فاضية مش مبنية، وبعديها بتبدأ قطعة الجنينة مباشرة. دي الجنينة وكشاك الكهرباء فيها. يبقى احنا كده صورنا قطعة رقم 81 اللي هي مبنية. وبالمناسبة القطعة التانية برضو اللي مبنية ديت في نص الجنينة اعتقد قطعة رقم 78 او 77. 78 او 77. نكمل بقى. ده حرف الجي اهوت، قطعة رقم 60 و59. هنصور لكم 41 جي بحيث ان انتوا تشوفوا حرف الجي برضو، ويبقى لفينا حرف الجي كله. ده الجزء الجنوبي ما بين حرف الاي وحرف اللي على يميننا ده حرف الاي يا جماعه. مطلوب 3 قطع نصورهم في حرف الاي، واللي على شمالنا ده حرف الجي. انا هصور 41 جي، واللي على يميننا ده حرف الاي. في حاجات اتبنت في حرف الاي بالمناسبه، انا ما كنتش متوقع حرف الاي يبقى مبني فيه كتير قوي كده. الاي سبحان الله فاجئني بصراحه. في 3 قطع هنصورهم في حرف الاي، بس خلينا الاول نصور حرف الجي. حرف الجي برضو في قطع بتتبني اهي. المفروض ده شارع ناصيه. القطعه الناصيه دي العمليه دي 65 جي. دي قطعه 65. والناصيه اللي بعدها قطعه 55 جي. دي 55 مش 65. ودي الناصيه اللي بعدها قطعه رقم 39 جي. ده حرف الجي كده. في قطع موجوده فيه اتبنت بالفعل. والناصيه اللي بعدها قطعه رقم 40 وقطعه رقم 41 جي اللي اتطلبت نصورها. هي الاعمده بتاعه البدروم دي. اعمده البدروم ديت قطعه رقم 41 جي. وطبعا في وشنا دي منطقه الخدمات بتاعه الحي التاني. اللي في وشنا دي منطقه خدمات الحي التاني. وطبعا هنا حرف الاي. حرف الاي. خلونا نصور حرف الاي بقى ايه، بس هقول لكم احنا قدام قطعه كام، وبعد كده نطلع نصور القطع اللي اتطلبت مننا في حرف الاي تحديدا. القطعه اللي في وشنا ديت قطعه رقم 10 اي. قطعه رقم 10 اي. القطعه اللي بتتبني ديت قطعه رقم 9 اي. ماشي، اللي هي بتتبني في وسط الصخر. تعالوا بقى نصور ال3 قطع اللي اتطلبوا مننا. واللي اتطلبوا مننا 99 اي و 38 اي و 64 اي. احنا دلوقتي قدام قطعة رقم 52 اي. 52 اي. وبعد كده دي قطعة رقم اللي لسه ما اتبنتش دي 99 اي. طبعا في وشنا هنا بقى ايه قطعة 99 اي في وشها قطعة 50 و49 لسه ما اتبنوش. طيب قطعة 99 اي فاضية اهي، ناصية فاضية. اللي في وشها دي قطعة رقم 100 اي. واللي جوه ديت قطعة رقم 101 اي. في قطع كتير اتبنت. الشارع ده مبني فيه قطع كتير في حرف الاي. انا كنتش متوقع بصراحة حرف الاي يبقى بالشغل والجمال ده. القطعة اللي مبنية ديت قطعة رقم 47 اي. بعدها 46. بعدها 45 المبنية هيكل دي. المبنية دي 129. احنا رايحين نصور من ضمن الحاجات اللي هنصورها 38 اي.
فيلا بينا عشان نروح 38 اي. ربنا يسهل بقى ايه ما نتلخبطش فيها. ديت الجنينة. القطعة دي المفروض الناصية عدت. القطعة اللي مبنية دي قطعة رقم 131، جنبها ناصية ممر 132 بعدها اي. دي ناصية ممر 132 اي، بعدها 133 اي. في وش 133 اي تيجي، في وش 133 اي تيجي قطعة رقم 39 اي، بعديها 38 اي. يبقى احنا كده في وش 38 اي والتسعة 38 اي مبنية. يبقى هو كان عايز يصورها اللي هي مبنية. تمام تمام. يبقى 38 اي مبنية. اوكي. يبقى كده احنا صورنا 38 اي. باقي قطعة رقم 64 اي. باقي قطعة رقم 64 اي هنطلع ونصورها ان شاء الله. ده كده الفاصل ما بين الاتش والاي، لفينا. وده الفاصل ما بين الكي والاتش. زي ما قلت لكم الاتش فيه بعض قطع اتسلمت فيها وبعض قطع لا. طيب في الحته ديت القطعه اللي على يميننا دي قطعه رقم 67 اي. ماشي. احنا كان مطلوب 64. والقطعه اللي بعدها قطعه رقم 66 اي دي. والقطعه اللي بعدها قطعه رقم 65 اي. والقطعة اللي بعدها قطعة رقم 64 اي. ماشي. القطعة دي قطعة رقم 64 اي. القطعة دي قطعة رقم 64 اي. وبعد كده نقدر نكمل عادي الفاصل ما بين الاي والاتش. ودي شوارع في الاتش داخليه اهيت، وفي عماره مبنيه في الاتش اهوت، والاتش بتتقسم. وده الفاصل ما بين الحي حرف الاي الحي التاني وحرف الاتش. في قطعه مبنيه اهي في الاي برضو، هتلاقيها قطعه رقم مثلا حاجه و50. يعني القطعه دي حاجه و50. احنا طبعا لفينا وجينا عند القطعة الناصية، يعني القطعة اللي بالطوب ديت، القطعة اللي معمولة طوب ديت، عشان بقى نقفل الفيديو. القطعة دي قطعة رقم 54 اي. يليها اللي فاضية دي 53، يليها 52 اي. وبكده الشارع الفاصل ما بين الاتش والاي اللي في وشنا اللي هناك دوت حرف الجي، اللي على شمالنا حرف الدي. وهنطلع على شارع النوادي. حرف الاي من الحروف اللي فاجئتني الصراحه. انا شخصيا اتفاجئت بيه لان انا من المعروف ان هو حرف صخري، لكن اتفاجئت بكميه المباني والمنشآت اللي موجوده في حرف الاي صراحه يعني. وادي شارع النوادي. شكرا ليكم. فيديو طويل لكن مهم للي محتاج اي نصيحه بعد كده يعرف. تحياتي.